السلام عليكم. وعليكم السلام. خابرتني على مود نبني سياج. يا ريتكم تفلشون هذا السياج الخشبي وتبنونه طابوق. نبني نفس العلو أعلى أنصه؟ لا نفس العلو، لا تعلي أكثر من هذا. تمام سهلة، ولو الجو كلش حار بس نكمل عادي. إيش قد تاخذ عليه خويا؟ خويا أنا والعمال ناخذ 150,000. تمام اتفقنا. وش تردون أجيب لكم على الغداء؟ لا ما يحتاج تجيب لنا غدا، انطينا فلوس واحنا نجيب من المطعم. وش قد نعطيكم فلوس الغداء؟ خويا النفر 10,000، انطينا 30. يعني يصير حسابكم 180. مو مشكلة، بلشوا بالشغل من تكملون أنا أجيكم. وهذا الصبغ شنو ما قلت لنا عليه؟ نسيت، هم زين ذكرتني. من تكملون الشغل صبغوا الحالة بهاي الألوان. خويا مو مشكلة نصبغه، بس الحساب راح يختلف. وش قد تاخذ على الصبغ؟ انطينا 30,000. خويا راح أعطيكم 200,000 بالعدل وبلشوا بالشغل. تمام اتفقنا. يلا أنا رايح وبلشوا بالشغل. طار حياوي، اريد شغل سريع حتى نخلص على وقت لان الشمس كلش قوية. تدلل استاذي. يلا طار فلش السياج وانت حياوي جهز لنا الخبطة. شباب كملنا بناء وبقى بس الصبغ، خل نصبغ ونروح للبيت. استاذي والله حتخربط من الحار، خلينا نرجع البيت وبعدين نصبغ. حياوي لا تظل تسخت وتسولف هواي، تشتغل لو لا ترى بعد ما طلعت. العفو استاذ العفو. يلا طار خل نبلش بالوردي. صار استاذ تدلل هذا اللون واصبغ. حياوي تعطيني اللون الاخضر. صار استاذي. ولك ايش بيك اعمى ما تشوف؟ قوطش كبرات تاثر بيه. العفو استاذي والله دايخ من الحار وما انتبهت. هذا راح اخصمه من يوميتك 15,000. لا استاذ لا تخصم والله محتاجهن. راح اخصمهن وحتى تنتبه وتشتغل عدل. يلا خلينا نكمل صبغ ونرجع البيت. وين صار ابو البيت؟ غير يجي يعطينا الحساب، الشمس حمستنا حمس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يساعدكم على هذا الحارة وعاشتيكم على هذا الشغل. تدلل عيني، رقمي يمك، اي واحد يحتاج شغل صديقك اقاربك اتصل علي. ان شاء الله بس نحتاج نخابرك لان ان شاء الله كلش حلو. خدام احنا. هذا حسابكم ما انا رايح. يلا اولاد امشون للبيت. استاذي غير نتغدى بالمطعم؟ لا ما يحتاج، الجو حار وكل واحد يروح البيت يتغدى. تمام استاذي، بس انطينا يوميتنا. باكر هم عندنا شغل واعطيكم يوميتكم مال يومين. لا استاذ الريتن هسه محتاجينهن. حياوي هو انت لك بس 10,000، باكر اعطيك اياهن. استاذي والله محتاجين هنا وما عندنا مصرف، انطينا اياهم هسه. لا تحجون هواي، قلت لكم باكر اعطيكم اياهن. يلا مشونا كتلنا الحر. حياوي شوف الورد كله مات من الحار، بقت بس هاي اللي انطيناها ماي الصبح. والله خطيه ما تحمل من الحر، شمس كلش قوي. تعرف المفروض اي واحد يشوف ورده او نبته او نخله عطشانه ينطيها ماي. طاهر مو بس النبات حتى الحيوانات خطيه بهذا الحر، شلون بيها؟ اي والله خطيه الحيوانات، المفروض نعطي مي واكل الطيور. صدق طاهر من ساعه ما قدرت احكي، كلش ضجت من الخلف اكل يوميتي. شو تسوي له اذا هو واحد ما يخاف من الله ما يشبع كاتله الطمع؟ والحل شلون نبقى وياه؟ هو احنا لاقين خلفه غيره وباقين وياه؟ الله كريم بلكي نلقى. يلا حياوي روح للبيت وباكر نطلع ب8 لين باكر شغل قليل ونخبط بس كيسين. تمام ب8 اجيك. يلا مشينا لا يصير بينا تيفو من هاي الشمس. يا الله اصبحنا واصبح الملك لله. هاي شنو؟ الساعة ب9 وبعدنا ما طالعين للشغل. حياوش عجب مجاني، مو قلت له تعال ب8؟ هذا منو دق الباب؟ اكيد حياوي، اطلع اشوفه. السلام عليكم عمي، صباح الخير. وعليكم السلام، صباح النور. عمي على باب الله، والله ما عندي، يطلع من ايدك. والله ما اعرف شو اقول لك يا عمي، بس انا ربع ما عندي. شنو السالفة عمي، شلون عايش؟ عمي اشتغل عمالي والخلفة ما جاي ينطيني يوميتي. هاي سوالف الخلفات ما يبطلونها؟ والله يا عمي شلعوا قلوبنا، وين نروح ما نعرف، ينطيهم فلوس ابو البيت وما ينطونا. عمي الله يرزقك، يلا انا راح اشوف غيرك. مشتهي قيام العرب، بس المشكلة ما عندي فلوس. هذا الخلفة شو اسوي له ما اعرف. اروح الحياوي ونطلع للشغل لان الخلفة منتظرني ما اريد نتاخر عليه.
شلونك حياوي؟ صباح الخير. هلا طاهر، صباح النور. حياوي ليش ما جيتني ب8؟ مو اتفقنا؟ اخذتني النومه لين امس، كلش تعبت وضجت من الخلفه. يلا مشينا لان الخلفه منتظرنا من البيت. يلا مشينا. انا راح ارش الخبطه وانت اخبطها. طاهر الشمس كلش قويه، راح اموت من الحر. ايش نسوي يا حياوي غير على عيشتنا؟ طاهر انتظرني اروح اشرب ماي واجي. روح حياوي براحتك بس لا تاخر. يا الله وين نروح؟ لا نقدر نشتغل ولا عندنا راتب. نقدم على العاطلين ما يطلع اسمنا، شو نسوي؟ والله احتارينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فدوى اريد اغسل وجهي، راح اموت من الحر. صدق كذب خويا بالخدمه. التبريد طافي وما يقبل يشتغل، ما اعرف ايش بيه. مو مشكله اخوي، راح افتح لك الماء وغسل. يلا اخوي صب له ماي، راح اموت من الحر. يا بي شلون تشتغلون بالحر؟ الله يساعدكم. شو تسوي يا اخوي غير على عيشتنا؟ بس نقعد يوم نموت من الجوع. ليش تتركون الدراسة؟ لو دارسين مو احسن لكم من هذا التعب؟ الصراحه كلش متندمين لان تركنا الدراسه، لاني قلت لك الجوع بدون راتب. انا ابوي كان يقول لي اترك الدراسة واشتغل وياي وما تركتها، الحمد لله هسه موظف. الله يرزقك خويا. شنو وين تداوم؟ انا مدير رعاية الاجتماعية. معقوله؟ صدق انت المدير؟ اي انا المدير. ليش؟ استاذ فدوى سوي لنا حل، جاي نقدم على العاطلين ما يطلع اسمنا. انت ما عندك راتب رعاية؟ اي والله ما عندي وعيشتنا كل صعبه. صدق كذب. تعال للدائرة وقلهم من طرف استاذ عماد. استاذ مو بس انا ما يطلع اسمي، حتى صاحبي ما طلع اسمه، ونص الشباب بالعراق اسمهم ما جاي يطلع. مو مشكلة، تعال باكر انت وصاحبك واحسب راتبك طالع ان شاء الله. والنعم منك استاذ، هاي احلى صدفه بحياتي، ربك ما يقصر. يلا انا رايح وتعال للدائرة باكر. براحتك استاذ براحتك، وان شاء الله باكر بس يبدا الدوام انا يمك. الحمد لله من بعد صبر راح يصير عندي راتب. ها طاهر هذا شي يريد ابو السيارة؟ يريد عمال؟ لا حياوي لا ما يريد عمال، راح يصير عندنا راتب عاطلين انا وياك. صدق طاهر؟ ما معقولة. اي والله حياوي هذا المدير مال الرعاية الاجتماعية وراح يشد لنا راتب. الحمد لله والشكر، راح يصير عندنا راتب ونأمن حياتنا. حياوي يا ريت هاي الشباب الجاي تتعب بالعمال يطلع اساميهم لان كلش تعبوا. الله يفرجها طاهر على كل العمال وكل العراقيين. ونعم بالله حياوي، ان شاء الله رب العالمين يفرجها على كل العراقيين وكل العمال، ان مع العسر يسرا.